السلام عليكم، أنا النهارده جاي أقول لكم أنا إزاي عدّيت امتحان مزاولة المهنة الطبية في روسيا أو الأكريديتاسيا عشان أتنطّط عليكم. طيب، إزيكم يا جماعة، أنا اسمي أحمد، أنا درست في روسيا وعدّيت الأكريديتاسيا في روسيا، والنهارده إن شاء الله جاي أقول لكم إزاي أنا عدّيتها وإزاي أنت كمان إن شاء الله تقدر تعدّيها، حتى لو مذاكرتك مش أحسن حاجة، حتى لو الروسي بتاعك مش أحسن حاجة، و يالّا نشوف هنعمل إيه النهارده. طيب، ليه الفيديو ده؟ لإني وأنا جاي أعدّي الأكريديتاسيا دوّرت على فيديوهات زي دي كتير بالعربي وبالإنجليزي وما لقيتش. كان الفكرة الأذكى طبعًا إن أنا أدوّر بالروسي، ولكن ما أعرفش إيه اللي ما خلّانيش أدوّر بالروسي ساعتها. فإن شاء الله الفيديو ده يقدر يورّيك إيه هو الطريق، يقدر يورّيك إيه الحاجات اللي المفروض تتعمل، الحاجات اللي المفروض ما تتعملش، يفهّمك أصلًا إيه هو الامتحان، ويدّيك يعني أمل إن في حد شبهك عملها، مش جو محمد صلاح أنا عملتها أنت كمان تقدر تعملها، لأ يعني ده خطوات معيّنة إن شاء الله لو أنا عملت الخطوات دي وأنت عملت الخطوات دي إن شاء الله إحنا الاتنين هنكون وصلنا في الآخر يعني. طيب ليه الأكريديتاسيا؟ عشان أنت درست هنا، والمفروض تاخد رخصة إنك تقدر تزاول المهنة من هنا. ده السبب الأول، السبب التاني إنك لو عاوز تسافر ألمانيا بالذات، أنت محتاج الأكريديتاسيا عشان تقدر تمشي في الورق في ألمانيا، السبب التالت إنك لو رُحت تقدّم في أي مكان، لازم يكون معاك الCV بتاعك رخصة مزاولة المهنة في الدولة اللي أنت درست فيها يعني، حاجة بديهية. والسبب الرابع إنك في روسيا لمّا إن شاء الله تعدّي الامتحان وتاخد الرخصة، تقدر تشتغل أوتشسكوفي ثيرابيست. أوتشسكوفي ثيرابيست في روسيا هو أهم تخصُّص، مش عشان هو بيعمل حاجة كبيرة، ولكن عشان هو اللي عليه يعتبر كل الشغل. هو اللي بيتابع الأمراض المزمنة، هو اللي يعمل referral يبعت الناس على تخصصات مختلفة، هو اللي بيعمل الديسبانسريزاتسيا، والديسبانسريزاتسيا دي من التجليات الشيوعية يعني، كل حد في المجتمع ليه إن هو يروح للدكتور كل 6 شهور، كل سنة على حسب سنه وعلى حسب نوع الأمراض اللي عنده، بيروح بس يتابع، يفهم الضغط بتاعه فين، السكر بتاعه فين، الكوليسترول بتاعه فين، الحاجات دي كلها، فهو الدكتور اللي إحنا هنكونه إن شاء الله لمّا نعدّي الأكريديتاسيا هيتابع الحاجات دي هو الأوسكوفي ثيرابيست. والمرتبات بتاعتها حلوة يعني في مدينة صغيرة زي اللي أنا فيها، المرتبات بتبدأ من 70، 80، 90، 100,000 روبل، فده رقم محترم يعني. حتى العيال الروس ساعات بيخلّصوا ويروحوا يشتغلوا أوسكوفي ثيرابيست سنة أو سنتين، يجمّعوا الفلوس وبعد كده يروحوا يعملوا التخصُّص أو الأورديناتورا، فيعني حاجة مُجزية يعني. طيب، يالّا نتكلّم عن الأكريديتاسيا. الأكريديتاسيا هي 3 خطوات، الخطوة الأولى هي MCQ 80 سؤال، أنت محتاج تجيب 70% فيما فوق عشان تنجح، عشان تعدّي الخطوة دي يعني، والموضوع مش صعب أوي، أنت ممكن تمسك الapplication medic test تبصمج ال5000 سؤال، هو medic test عليه 5000، 5100 تبصمج ال5000 سؤال وهييجي لك هييجوا هم في الامتحان، يعني السؤال بييجي هو، أعتقد 10% من الامتحان مثلًا ممكن ما يجيش من الapplication، فأنت ممكن تمسك الأسئلة، تحفظ الأسئلة، تبصمجها وتروح تكُبّها في الامتحان، ولكن يعني مش دي الحاجة اللي أنا بانصح بيها ومش دي الحاجة اللي أنا عملتها. أنا كنت باذاكر الTheme باذاكر الtopic وأروح أفتحه من الMedic Test أحلّه وأشوف الأسئلة اللي أنا غلطت فيها وأفهم أنا غلطت فيها ليه، وبعدين أحل الأسئلة تاني وتالت، وفي جزء في الMedic Test اسمه الأشيبكي أو الغلطات، أنت بتروح تشوف غلطاتك، الأسئلة اللي أنت حليتها غلط قبل كده وتروح تحلّها غلط تاني. وبعدين تحاول تفهم أنا حليتها غلط تاني ليه، وبعدين تروح تالت وتحلها غلط تالت، وبعد كده تحفظها بقى أنت هتعمل إيه. ولكن في العموم إنك لمّا بتفهم أنت هيبقى عندك ثقة أكتر إنك هتخش تعدّي، هتخش تجيب درجة كويسة، وأنت كمان بتتعلم، أنت مش بس عمّال تحفظ، تحفظ، تحفظ وتروح تكُب وبعد كده ما تقدرش تعمل بيها حاجة بعد كده، ولكن يعني هو اختيارك، يعني أنت عاوز تخش تبصمج ربنا يوفقك، عاوز تفهم برضه ربنا يوفقك. الخطوة التانية هي زي أوسكي stations بتخش هم 5 stations وهم في الtotal أعتقد 8 أو 9 يعني اللي هم يختاروا منهم، ففي 3 كل الناس هتعملهم اللي هي الCPR والemergency وإنك تخش تدّي حقنة و ال2 الباقيين 2 من 4 حاجة respiratory حاجة gastro حاجة cardio وواحدة بتاخد history من الpatient فال4 دول هييجي لك منهم 2 وال3 التانيين هييجوا كلّهم لكل الناس. حلاوة أو وحاشة الموضوع ده إنّك هيبقى عندك script هتخش تحفظه وتخش تكُبّه جوّه. في stations بيبقى مطلوب منّك الdiagnosis ولكن الdiagnosis بيبقى واضح برضه، يعني هو لو قال لك كذا يبقى الdiagnosis كذا، لو قال لك كذا يبقى الdiagnosis كذا. فأنت لو الريسك بتاعك مش أحسن حاجة هتمسك الورقة وتقعد تحفظ، 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 تحفظ وتخش
تكُبّهم جوّه، ولكن برضه كل ما تفهم أكتر، كل ما فرصك إنّك تعدّي هتكون أحسن، لإنّك لو لا قدّر الله عطلت جوّه، بس أنت فاهم أنت بتعمل إيه، أنت فاهم أنت في أنهي خطوة، تقدر تقول كلمة مختلفة، هتقدر تقول جملة مختلفة، هتقدر تنُط الخطوة دي للخطوة اللي بعديها وبعد كده ترجع لها تاني. والOSCE ده ما أعرفش بيتقيّم إزاي الصراحة، هو checklist أنت عملت دي بتاخد علامة صح، علامة صح، علامة صح، علامة صح، والمفروض تجيب 70% في كلّهم مع بعض. ما بيقولولكش بقى أنت عملت إيه في أنهو station ولكن بيقولوا لك أنت نجحت أو ما نجحتش. الخطوة التالتة هم 2 cases 24 سؤال، كل case 12 سؤال، أنت محتاج 70% في الاتنين مع بعض عشان تعدّي، فأنت محتاج 17 إجابة صحيحة. ممكن تجيب 12 هنا و5 هنا وتعدّي، ممكن تجيب 9 و8، ممكن تجيب 10 و7 مش هتفرق يعني. إن شاء الله بعد ما تعدّي ال3 خطوات إن شاء الله بتنجح. لو لا قدّر الله حصل وإنّك سقطت في أي واحدة من دول، ليك إنّك تروح تعيدها كمان يومين. فأنت مثلًا نقول لا قدّر الله جِبت 60 في الخطوة الأولى 60% بيتحدد لك بريسيداتشا إنّك تروح تعملها كمان يومين، بتروح تعملها ما عدّتش بيتحدد لك بريسيداتشا تالتة إنّك تروح تعملها كمان يومين. فأنت عندك 3 فرص في كل خطوة إنّك تعملها تاني بعديها بوقت قصيّر. ولكن لو أنت مثلًا عدّيت الخطوة الأولى والخطوة التانية وجيت في الخطوة التالتة وما عدّيتش بريزيداتشا الأولى وبريزيداتشا تانية، بريزيداتشا التالتة حتى ما عدّيتش، ده مش معناه إنّك ضيّعت الخطوتين الأولانيين، أنت لسه ناجح في الخطوتين الأولانيين ولكن هتستنى مثلًا 3، 4، 5 شهور، أعتقد شهرين، هو بيبقى على حسب المكان اللي أنت فيه يعني، وتروح تعمل الخطوة التالتة بس وليك فيها برضه 3 بريزيداتشات أعتقد. فالموضوع مش صعب أوي، أنت ممكن تروح ما تعدّيش وتروح الvariant تاني تعدّي بإذن الله. فأنت بس لو حطيت فيها دماغك إن شاء الله احتمالية كبيرة إنك تعدّي يعني بإذن الله. طيب الموضوع خَد منّي قد إيه عشان أذاكر؟ خَد منّي من 250 ل300 ساعة. أنا بدأت في رمضان شهر 3 نُص شهر 3 كده، لحد الامتحان كان 27 أو 28/6 بعد التخرُّج ب4 أيام. آآ كنت باذاكر كل يوم في أغلبية الوقت يعني 3، 4 ساعات في اليوم، ساعات كانت بتوصل 5، ساعات كانت بتوصل 0 على حسب يعني، ولكن الtotal أعتقد كان من 250 ل300 ساعة. فأنت لو حطيت المجهود ده إن شاء الله يعني ما حدش عالم، ولكن أنت كده بتعلّي فرصك إن شاء الله إنك تعدّي. اللي استخدمته في المذاكرة هو Medic Test وapplication بتاع الFMZA عشان بس تشوف هُم بيسألوا الأسئلة إزاي في الامتحان، ولكن Medic Test هو الsource الرئيسي ساعتها يعني، لإنك تاني ممكن تخش تسرِّش باسم السؤال وتقعد تبصمج في الأسئلة، وإن هو متقسّم كويس، متقسّم بالtopic، متقسّم بالأشيبكي، متقسّم بالأسئلة الصعبة، فأنت يعني أسهل إنك تتحكم في Medic Test. والcases برضه نفس الفكرة Medic Test أو FMZA والخطوة التانية الstations أعتقد على الFMZA أو على موقع الجامعة بتاعتكم هيكونوا منزّلين الscript لو ما لقيتوهاش ممكن تقولوا لي وأنا هابعتهم لكم يعني الscript والحاجات دي الحاجات اللي أنت هتقولها جوّه يعني، وبس أعتقد هي دي كل حاجة يعني. حاجة أخيرة، أنا أول ما بدأت ما كنتش متوقع خالص إن أنا هاعدّي، ما كنتش بافهم أغلبية الأسئلة، كنت باترجم أسئلة كتيرة، ولكن على النهاية الحمد لله كان عندي ثقة إن أنا هانجح وهانجح بدرجة كويسة. تاني مش من ذكاء منّي، ولكن الموضوع مش بالصعوبة اللي أنا كنت متخيّلها دي، وبعد ما هتخُط كمية الساعات دي إن شاء الله هيكون الموضوع سهل، لإن الأكريتاتسيا مقارنةً مثلًا بPLAB أو BUSMLE هي دي الحاجات اللي أنا بصّيت عليها ما بصّيتش على المعادلة المصرية أو المعادلة السعودية، أسهل بكتير. فبس أنت حُط شوية وقت، ولمّا تلاقي الموضوع صعب روح ذاكر الموضوع بعد كده ارجع حلّه، أعتقد إن شاء الله هتعدّي، حتى لو الروسي بتاعك مش أحسن حاجة. والأكريتاسيا علّت مستوى الروسي بتاعي، يعني خلّتني عندي ثقة أكتر إن أنا أتكلّم مع مرضى، عندي ثقة أكتر إن أنا أقرأ حاجة بالروسي أصلًا أذاكرها بالروسي، فيعني كانت تجربة حلوة أنصح بيها يعني. بس وبعد كده إن شاء الله تدوّر على شغل وتشتغل ويعني الحياة تحلو يعني بإذن الله. فده كان كل اللي عندي وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله، السلام عليكم.